اهلا بيكم، جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة. هنعمل مع بعض النهاردة اكلة كده هتحبوها قوي. هي اكلة قديمة بس حلوة بصراحة. انا كان عندي خضرة في التلاجة، عندي شبت وكزبرة وبقدونس، وكنت عاملة محشي ودول باقيين. فقلت بقى اعمل ايه تعالى اقول لكم هعمل ايه. جبت بقى الخضرة بتاعتي، ومعايا توم ومعايا بصل وطماطم وفلفل. مسكت الخضرة طبعا نضفتها وغسلتها الاول وبعد كده قطعتها. ما تغسليش الخضرة بعد ما تتقطع عشان الفايدة بتاعتها هتنزل. قطعت بقى الفلفل، ومعايا فلفل احمر واخضر، فلفل احمر رومي والاخضر حامي، ومعايا طماطم قطعتها. والبصل حطيته في الكبة، هضربه في الكبة. وهجيب حلة معايا على النار احط فيها زيت، وهنزل بالبصل بتاعي في الحلة. عايزة كده حوالي نص كوباية من الزيت. وبعد ما ضربت البصل في الكبة احطه بقى انا مش هدي البصل لون، انا هديله تشويحة كده، مش هطول عليه يعني. وبعد كده هنزل بمعلقة توم، وهقلب كل الكلام ده كله مع بعضه خلاص لحد بس ما اشم ريحة التوم كده وريحة البصل. هدبلهم بس، مش هطول عليهم. هنزل بقى بالفلفل على البصل والثوم، وهفضل بقى اقلب فيهم كده، كل ما انزل بحاجة اقلب بيهم تقلبتين. وبعد كده هنزل بالقوطة بتاعتي بالطماطم يعني. خلاص برضو هنزل بيها تقلبتين. هقطع كل حاجة يعني مش صغيرة او مش كبيرة قوي علشان احتفظ بالفايدة بتاعتهم. لحد دلوقتي لسه ما قلتلكوش انا هعمل ايه. هنزل بقى بالخضرة كده على البصل والثوم والفلفل والقوطة، وهديهم تقليبة لمجرد بس ان مش هدبلهم قوي يعني، تقلبتين كده اشم الريحة بتاعت كل الخضار اللي انا حطيته ده. وبعد كده هطفي عليه. هجيب بقى طبق بلاستيك كده فاضي، وهجيب 4 بيضات او 5 يعني الموجودين عندك. اعملي بيهم. انا هعمل ب5 بيضات بس لان هما دولت اللي كانوا موجودين عندي. احط عليه بقى فلفل اسود كده علشان خاطر الزفارة، ما يبقاش البيض بتاعي زفر. ومعايا كوباية من المية احطها كده في الطبق، ومعايا نص كوباية من الدقيق. خلاص هقلب بقى المية مع الدقيق. لو انتي عندك لبن حطي كوباية لبن، بس انا ما عنديش لبن فحطيت مية يعني الموجودة عندك اعمليها. هي اكلة كده على قد الايد، فالمكونات الموجودة عندك اعملي بيها. معايا بيكنج باودر هاخد منه معلقة صغيرة. جربي الوصفة دي كده زي ما انا ما بقولك وهتعجبك. دي وصفة بقى بتاعت امهاتنا، حاجة قديمة كده. وهحط بقى نص ربع معلقة من الكربوناتو. خلاص ربع معلقة مليانة كده من الكربوناتو مع البيكنج باودر والدقيق والمية. لو عندك لبن حطي. هتلاقي الكربوناتو بيتفاعل مع البيكنج باودر. هقلب بقى الكلام ده كله مع بعضه. وبعد كده هنزل بقى بالبيض بتاعي على الدقيق، وهعمل كده عجينة. تقريبا كده فهمتوا انا هعمل ايه. انا بقى كده هعمل البيض مع الدقيق مع الكربونات والميه والبيكنج باودر، هقلبهم مع بعض. وهبدأ بقى احط شوية كمون، معلقة صغيرة من الكمون، ومعايا معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، بتدي طعم حلو قوي. لو انت الفلفل بتاعك مش حار حط شوية شطة، لو انت حابة ان الوصفة بتاعتنا تطلع حراقة شوية. احط شوية فلفل اسود تاني غير اللي انا حطيتهم على الفلفل الاسود. واحط مكعب مرقة علشان بقى يديني طعم حلو، اعزز الطعم يعني. مش هنكتر اكتر من كده بهارات لان الوصفة بتاعتنا دي مش عايزة بهارات كتيرة. خلاص هقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها، وهدوق الملح بتاعي وهظبطه. معايا بقى نص معلقة صغيرة كانت اخر حاجة عندي من البابريكا، حطيتها عشان يبقى لونها حلو. وهنزل بقى بالحاجات اللي انا كنت عاملاها في الحله، البصل والثوم والفلفل والطماطم والخضره بتاعتي. كده انا بقى اقدر اقول لكم دلوقتي هعمل ايه. انا هعمل عجه. دي الوصفه دي اسمها عجه. الناس اللي هي قديمه ممكن تكون عارفاها شويه، مش قديمه يعني. وممكن برضو للمبتدئين يجربوا الوصفه دي. تنفع فطار وتنفع غدا وتنفع عشاء. فلو انت عندك شويه خضره مش عارفه تعملي بيهم اعملي بيهم عجه. عايزه اقول لكم طعمها حلو جدا، انا ولادي حبوها قوي. خلاص افضيها بقى في صينيه مدهونه بالزيت وادخلها الفرن. وكده بعد ما العجه بتاعتي استوت
كده بقى ايه، جاهزة ان انت تاكلي منها. هقطعها بقى وابدأ اغرفها في اطباق، اقطعها بالطريقة اللي انت تحبيها، واغرفها في اطباق، وحاطه معاها ليمون مخلل ولفت، وكده مع السلامة يكون الفيديو خلص.